طيب وازيكم احلى اخوات في الدنيا، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بالف خير. طبعا بمناسبه ان احنا وصلنا 2000 مشترك على اليوتيوب، قررت انزل لكم النهارده شرحين في نفس الفيديو. شرح عن طريقه الفينش الجديده اللي انا شغال بيها، والشرح التاني هيبقى عباره عن طريقه استرجاع الفينش بتاعك لو هو وقف منك، مهما كان بقى وقف او ما وقفش، انت عملت حذف او لا. فانت هتجرب الطرق اللي هقولك عليها النهارده، ان شاء الله رقمك هيشتغل فينش. وطبعا زي ما كلنا متعودين هننط على الانترو ونرجع على الشرح تاني على طول. يلا بينا. ورجعنا تاني بعد الانترو. طبعا الكل عارف ان الفيديو ده نازل بمناسبة وصولنا 2000 مشترك على اليوتيوب، وده طبعا بفضل ربنا ثم بفضلكم كلكم. يا رب كده نفضل مع بعض دايما للاخر. ويلا نرجع بقى لموضوع الفيديو. بس قبل ما نبدأ في شرح الفيديو على خيرة الله كده، عايز اوجه كلمتين بس للناس اللي كانوا بيقولوا ان برنامج الارقام الفيك اللي انا نزلته المرة اللي فاتت، اللي هو كان موقع وانا ربطته ببرنامج. طيب يا جماعة، كان كله بيقول ان البرنامج ده بتاع صاحب الصور، تمام؟ بس البرنامج يا جماعة هو كان في الاول الصراحة ملغم، تمام. بس انا مش هنزلك حاجة تأذيك او اسحب صورك، اصلا انا مش هستفاد حاجة يعني، تمام. فده اصلا كان برنامج بتاع حد يمني، والراجل ده انا خدت منه البرنامج، وبعد ما خدته منه قلت له ان هو ملغم، وهو قال انا عارف وده تطبيق سحب صور اصلا. فانا قلت له خلاص انا هشيل منه التلغيم وهضيف في الموقع بتاعي بتاع الارقام الفيك اللي انتوا شفتوه كلكم المره اللي فاتت. وبعد ما ضفته فيه طبعا هو اشتغل عادي جدا، وانا شلت منه التلغيم. يعني دلوقتي البرنامج مفيهوش اي ضرر. انا عارف ان بيوصل لك من حمايه جوجل ان البرنامج ضار، والبرنامج بيطلب منك اذونات انه يوصل لك اشعارات، بس هو مش بيسحب منك اي صور، تمام. والناس بقى اللي هم كل شويه ينزلوا يقولوا ده انت كذاب او نصاب وبتاع سحب صور وكده، فانتوا يا جماعه طالما انتوا فاهمين او فاتحين دماغكم او كده، تعال هاتلي اثبات على الخاص ان البرنامج ده ملغم او فيه اي حاجه تخص سحب الصور، تمام. لو انت لقيت حاجه زي دي يا جدع، انا هديلك اللي انت عايزه، تمام. والشات بتاعي بتاع التليجرام هسيبهولك تحت في الوصف. نرجع بقى لموضوع الشرح بتاعنا ونبدا كده الفيديو على خيرة الله. واشرح اول حاجه ثغره استرجاع الفينش، تمام. بعد كده هقولك على طريقه الفينش الجديده بقى، تمام. ثواني بس لان النت لسه شغال دلوقتي، الرسائل هتنزل دب فينا حالا. طيب نبدأ بقى، هقولك على ثغرة استرجاع الفينش الأول، بعدين نرجع على طريقة الفينش، تمام. طيب أي حد كان معاه فينش والفينش بتاعه وقف، أو هو عمل حذف حساب للفينش بتاعه، طبعا فضلت تحاول بعد ما عملت حذف حساب والفينش بتاعك مستحيل يرجع، أو هو يعني مرجعش بعد ما عملت حذف حساب، تمام. وفي ناس بتعمل حذف حساب والفينش بتاعها يرجع أقوى من الأول. المطلوب منك بقى في الفيديو او في الشرح اللي انا هقوله دلوقتي ان انت تستنى كده للاخر خالص، من اول ثانية في الفيديو لاخر ثانية في الفيديو، لان اي ثانية هتقدمها هتفرق معاك انت، تمام. اول حاجة عشان ترجع الفينش بتاعك، انت تفتح النسخة بتاعتك اللي هي عليها الرقم الفينش. وطبعا انا قلت لازم عشان الرقم بتاعك يكون فينش حلو وكده ويبقى قوي يعني، لازم يكون شغال على نسخة متجر اضمن لك، تمام. اول ما تفتح النسخة بتاعتك هتدخل على الاعدادات، بعدين على الحساب، بعدين على التحقق بخطوتين. بعد ما تدخل على التحقق بخطوتين، لو انت مفعلها الغيها وفعلها تاني 5 مرات. طب لو انا مش مفعلها، هتفعلها وتلغيها برضو 5 مرات في نفس الوقت، تمام، ورا بعض كده. بس بشرط يكون الرمز التعريفي اللي انت بتحطه في اول مرة يكون مختلف عن تاني مرة وتالت مرة ورابع مرة وخامس مرة. ازاي بقى؟ تعال نشوف. هتدوس كده على كلمة تشغيل. طبعا الشاشة كلها دلوقتي لونها اسود، تمام. هيقول لك هنا قم بإنشاء رقم تعريف شخصي مكون من 6 أرقام يسهل عليك تذكره. يعني حط 6 أرقام يعني تعرف انت تحفظهم وكده، يكونوا سهلين عليك عشان تدخلهم تاني بعد كده، تمام. فاحنا مثلا هنفترض ان احنا هنحط في أول مرة 6 صفار. هيقول لك أكد الرمز التاني، فهتحط 6 صفار برضو. هتدوس كلمة حفظ كده اتعمل معاك. هتعمل بقى تخطي اللي هي تحت دي، تمام. هتعمل تخطي البريد الالكتروني كده، احنا فعلناه. هتعمل ايه بقى؟ تقوم قافل النسخه خالص وفاتحها تاني من جديد.
بعد ما تفتحها يقول لك ادخل الرقم اللي انت لسه عامله بتاع التحقق بخطوتين، تمام. فانت هتحط الست اصفار بتوعك اللي انت عملته كده. النسخه فتحت معاك، هتروح بقى تاني على الاعدادات، بعدين على الحساب، بعدين على التحقق بخطوتين وتعمل لها ايقاف. تقريبا كده النت فصل تاني، فاحنا هنشرح عادي جدا، تمام. انت المهم اللي انت دلوقتي فهمت يعني، تمام. هتيجي بقى عشان تفعلها تاني بعد ما انت وقفتها، هتفعلها وتعمل نفس الخطوات بالظبط، بس هتحط 6 ارقام مختلفين عن المره الاولى، تمام. يعني في اول مره حطيت 6 صفار، حط في تاني مره مثلا 6 وحيد، 6 اتنينات، 6 خمسات، اي رقم يعني تحفظه بسرعه، تمام. اي رقم يعني يكون سهل ان انت تحطه تاني بعد كده، تمام. وبعد ما تعمل الخطوة دي 5 مرات هتسيب التحقق بخطوتين شغال لمدة ساعتين على النسخة، وما تدخلش النسخة أبدا في الساعتين دول، تمام. يعني انت هتقفل النسخة خالص، تطلع منها خالص، تمام، وتسيب الرقم عليه زي ما هو عادي، بس ما تدخلش على النسخة. لو حد بعت لك رسالة سيبه عادي، ما تردش عليه، ده هما ساعتين بس، وترجع تاني للنسخة عادي، تمام. بعد ما ترجع للنسخة هتعمل جروب جديد، وهتضيف فيه أي رقم تاني يكون بتاعك مثلا أو بتاع أي حد، هتضيفه في الجروب اللي انت هتعمله جديد، وتحط للجروب صورة واسم ووصف، تمام. بعد ما تعمل الجروب هتضيف الرقم التاني، وهتبعت بقى البند اللي انا هسيبه لك تحت في الوصف. طبعا البند ده كلكم تقريبا عارفينه، تمام، لان انا نزلته كتير جدا قبل كده، تمام. ثواني. هو ده البند كده زي ما انتوا شايفين، تمام، بس انا مش عايز اظهره كله دلوقتي، تمام. فهو ده البند يعني عموما، هسيب لك البند تحت في الوصف. بعد ما تستنى الساعتين كده انت الفينش بتاعك احتمال 90% ان هو رجع، تمام. هنفترض دلوقتي ان هو رجع، تمام. انت عايز تعرف ان هو رجع، هتعرف ازاي؟ هتجيب طبعا اي رقم اساسي او وهمي بس يكون فاتح معدل عشان يطير معاك بسرعة، تمام. كده احنا شرحنا طريقة استرجاع الفينش، تمام. نخش بقى في طريقة الفينش تعمل ايه بعد ما انت عملت الجروب، او انت مثلا بتطير في شات برضه هتعمل نفس طريقة الفينش اللي انا هقولك عليها دلوقتي. وانا اسف انا هشرح بسرعة عشان وقت الفيديو ما يطولش اكتر من كده، تمام. بس عموما كل ثانية في الفيديو حرفيا بتفيدك انت. دلوقتي بقى انا هقولك طريقة الفينش الجديدة. هنفترض دلوقتي ان انت عندك رقمين، عندك رقم فينش ورقم بتبعت منه للفينش، تمام. طيب هتاخد البند اللي انا حاطه لك تحت في الوصف، وهتحط الرقم اللي انت عايز تطيره تحت في اخر البند بدون فواصل عشان يبقى لون اللينك ظاهر باللون الازرق، تمام. وتبعت للرقم الفينش بتاعك. انت هتعمل حاجه دلوقتي قبل ما تبلغ من رقم الفينش، تمام. هتعمل ايه بقى دلوقتي؟ تقريبا النت تشتغل، ثواني كده اقول لك تعمل ايه. اهو دلوقتي مثلا ده الرقم الفينش اللي احنا بنبعت له، تمام. انا دلوقتي بعت له البند اهو، تمام. هتدخل بقى قبل ما تبلغ من رقم الفينش، هتقوم داخل كده على اللينك وتدخل هنا وتعمل ابلاغ. انت هتعمل ابلاغين 2، تمام. اهو كده طلع بره، هتقوم داخل تاني على اللينك وتعمل ابلاغين، تمام. كده انت عملت ابلاغين 2 بالرقم اللي هو مش فينش اصلا. هتروح بقى تقول لصاحبك اللي معاه فينش او رقمك التاني الفينش، وتقول له اعمل ابلاغ على البند ده، تمام. اول ما هيعمل ابلاغ واحد كده الرقم طار، تمام. هي دي الطريقه الجديده يا جماعه. كده احنا دلوقتي شرحنا الطريقتين، طريقه الاسترجاع وطريقه الفينش الجديده، تمام. وفي اخر الفيديو احب اوجه كلمه للناس اللي هي بتدعمني وبتدعم محتوايا، واللي هم مش بيسيبوا فيديو غير حرفيا لما بيضربوا اللايك. يا جماعه زر الاشتراك وزرار اللايك والله ما بيكهربوا، انت لو دوست عليهم مش هيحصل اي حاجه وربنا. احنا دلوقتي وصلنا 2000، وان شاء الله يعني هنوصل 10 و20 و30 ولحد الاخر ان شاء الله مع بعض يعني. وانا لحد دلوقتي ما عملتش اي حاجه وحشه مع حد غير لما كنا انا مخصم معاه، تمام. اي حد تاني وربنا فوق راسي يا جماعه وتحت امرك. عايز اي حاجه كلمنا على التليجرام وانا ان شاء الله هرد عليك ونحل المشكله مع بعض. ونسخه رمضان اللي انتم مستنيينها هتنزل الفيديو الجاي ان شاء الله، واستعدوا لانها ضرب نار. طبعا هي دي النسخه كده اللي بجهز لكم فيها، زي ما انت شايف كده حرفيا حاجه نار كده، تمام. طبعا لسه في اضافات كتير في النسخه هضيفها، فان شاء الله يعني ما تستعجلوش. النسخه كده كده هتنزل الفيديو الجاي، تمام. بس كده يا اخواتي وصلنا لاخر الفيديو. انا النهارده شرحت لك الطريقتين والفيديو طول بس احنا يعني ده مهم لك انت، تمام. بس كده يا اخواتي اشوف وشكم على خير الفيديو الجاي، سلام.